السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل اكلة يا جماعة، هي الكشري الاسكندراني. بس هنعمله بطريقة امهاتنا وجداتنا لما كان يبقى فيه اطفال صغيرة في البيت وعايزينهم ياكلوا، فكانوا بيعملوا الكشري بالطريقة دي. كانوا بيقولوا يبقى محنط، يعني طعمه حلو كده، فيه طعم جميل كده. البصل بيعملوه ببصل، يعني ايه، بيقلوا بصلة بسيطة كده، ما بيقلوهاش قوي يعني. بيصفروها كده ويقلبوا فيها الكشري اللي هو رز وعدس. وبعدين يا جماعة يحطوا على يعني يدوها تقليبة حلوة كده. وبعدين يحطوا عليها المية والملح ويسيبوها على النار تستوي. الكشري ده بيبقى طعمه في منتهى الجمال، خاصة للي عنده أولاد صغيرين في البيت. وهعمل معاه يا جماعة البطاطس الصغيرة دي. لو في أصغر كنت جبت، يعني كنا بنقول عليها بطاطس بلية. فأنا سلقتها وسخنة، هي لسه هي سلقتها وهقشرها وهعملها مع الكشري. وهعمل معاه صلصة زي بتاعة المسقعة، بتوم وطماطم، واحط عليها كمون وفلفل اسمر وحبة شطة. وهعمل معاها سلطة وهعمل معاها بيض. ودوت هيبقى غدانا النهاردة. الاول حاجة هعمل العدس. هقطع البصلاية ديت هنا واعمل عدس، ايه اقصد الكشري يعني. هعمل الاول الصلصه بتاعه الكشري. هعمل لها صلصه عاديه كده زي الصلصه اللي بنعملها بردك مع الكشري المصراوي. هحط توميه، انا كنت مفرزاها مع حضراتكم ولونها لسه يا جماعه ابيض اهون. ده علشان انا حطيت لها ملح بس يا جماعه، وانا بخزنها بحط على التوم ملح يتن لونه ابيض لحد اخر حبه توم عندي. هسيبها يعني تصفر كده، ما بحمرهاش قوي. وبعدين انزل عليها الطماطم ديت ضربها في الخلاط. وهسيبها تاخد غلوتين اتنين بس يا جماعه، لونها يتن زي ما هو فاتح وجميل كده، عشان بيبقى طعمها حلو. لما سبكهاش اول حد خالص يعني، لا، غلوتين اتنين تلاتة كده وخلاص. وانزلها من على النار واحط لها بقى التوابل الايه بتاعتها وادوق الملح بتاعها. اهي يا جماعه هسيبها تتسبك. واعمل بقى انا العدس الكشري. معلش جايه معايا بعدس ليه مش عارف اهو. هجيب بصلايه حلوه صغيره كده مش كبيره. الكشري طبعا يا جماعه بيتعمل بزيت، ما بيتعملش بسمنه ولا حاجه، بيتعمل بزيت زيه زي الكشري المصراوي كده، بيتعمل بزيت. جبت حبه زيت حلوين كده، وحطيت بصلايه وهقلبها اصفرها بس. هصفرها بس لونها كده يبقى ايه، يبقى اصفر جميل كده بس. وادي جنبي على النار اهيت اللي هي الصلصه بتاعت الكشري. هديها تقليبه كده يا جماعه، ما سيبش لونها يتغير، لان انا مش هعمل رز ببصل. لا، ده انا يا دوبك لونها كده يتغير. اللون ده يا جماعه، اللون ده. وانا غاسله الرز والعدس مع بعض يا جماعه. انا حاطه كوبايتين رز وحاطه معاهم يعني كوبايه الا ربع عدس. عايزه تزودي كوبايتين رز كوبايه عدس، انت حره بقى. بس هو جميل يعني، النسبه كده، النسبه كويسه. انا عندي كوبايه كده بعبر بيها الرز، يعني الكوبايتين دولت يبقوا عاملين نص كيلو. وحطيت عليها بقى كوبايه الا ربع عدس اهو يا جماعه. هقلبها تقليبه كويسه كده، يعني تتشمع مع الزيت كده، العدس والرز كده يتشمعوا تقليبه كويسه كده مع الزيت، عشان تبقى كده مسمغه وطعمها حلو كده، والرزايه مفرفره كده لما تعمليها اهو يا جماعه. تقلبيها كويس كده تقليبه حلوه. وبعدين تحط عليها الميه بتاعتها. انا ما بعملش حساب العدس يا جماعه في الميه، بعمل حساب الرز بس. يعني انا هحط كوبايتين ميه، مش هعمل حساب العدس. يعني بحط كوبايتين ميه. ولو عايز مني مثلا اقل من ربع كوبايه بعد ما يقرب يستوي كده، لو عايز مني اقل من ربع كوبايه احطها اهو كده. العدس تهيألي يا جماعه كده نسبه العدس مع الرز مناسبه. وهقلبها كده. انا لسه ما حطيتش الملح يا جماعه. انا بعد ما اخلص تقليبها احط عليها الملح وما اقلبش تاني.
ما بقلبش الملح تاني عشان ما ينزلش في قعر الحله كده وحدقها من تحت. بس كده الملح، وهغطي عليها بس كميه الملح كده، هغطي عليها، هغطي على الحله وما اقلبهاش تاني، زيها زي الرز كده ما بعمل الرز المدسوس، اي رز بعمله كده. وديت الصلصه هي بتاعه الكشري خلصت كده. هحط عليها التوابل بتاعتها، حطيت كمون وفلفل اسمر وكزبره وحبه ملح بس. وكده خلاص هي كده خلصت كده يا جماعه. هطفي عليها، مش هخليها تاني. وعندي بقى البطاطس هعملها بردك وانا واقفه كده، كنت بعمل كله مع بعضه يا جماعه. اهوت الزيت خلاص يعني سخن جامد، وهحط فيه المقشره البطاطس، وهحط البطاطس احمرها مع بعضيهم كلهم يعني كده مع بعضيهم. وخلاص يعني بس كده. البطاطس دي انا كنت حاطه لها ملح يا جماعه وهي بتتسلق. حطيت الملح وحطيت البطاطس وغسلتها كويس قوي، وحطيت لها الملح وسبتها تطيب على النار. وادي الكشري اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله عليه، جميل اهوت واصفر وشكله جميل. الكشري ده يا جماعه بيبقى حلو قوي، الاطفال بياكلوه وهو فيه طعم كده يعني جميل كده، فالاطفال بتحب تاكل نوع الكشري ده يعني، بتحس فيه بطعم حلو كده. وهو كمان للكبار ده جميل جدا يعني، طعمه حلو قوي. وده هي البطاطس بسم الله ما شاء الله عليها، جميله ولونها حلو اهي. الاكله دي يا جماعه حلوه، تعتبر اكله موفره اقتصاديه يعني. بنحاول بردك نقلل، بس بردك حطيت فيها يا جماعه، هي فيها نشويات وبروتين وخضار، وفيها بيض بردك عشان البروتين بردك يعني. مش هنعمل اكله كده تبقى يعني اولادنا ما يستفادوش بيها. اهي البطاطس بسم الله ما شاء الله اهي جميله. وقدمتها وسلقت بيض بردك معاها، وقدمت معاها الصلصه والسلطه. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله.